مساء الخير، مساء العافية، شلونكم بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير صحة وسلامة. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. قبل كل شي خلونا اللايك والمشاهدة الكاملة وتعليقاتكم الحلوة اللي ما ينشبع منها. وهنا قضيت يوم وياكم من الصبح لليل. بلشيت وياكم سمك الشانق اللي ما ينشبع من عنده. أنا أحبنه يعني مو هيك، لا أحبه شوي أكبر، لأن شنو شوية بيه لحمة والمرقة مالته تصير كلش طيبة. هذا أنا أكله، بس أهلي لا ما يستخدمونه مرقة الشانق، ما يحبونه بالدقلاة. هنا طلعت شوية ذريات الزوجي، لأن مو كله يحب الشانق، وشوية شانق ليه قليته. هنا أنا دائما ما أخلي كل من بعلاقته، لا بخليه بلم هو شي سنة بعلاقة، تمام، خاطر شنو هو ما يصير ريحة أو شي يعني بالفريزر. وهنا خليته. هسه شو راح أسوي؟ ملحيت السمكات وراح أخلي كركم. أنا ما خلي طحين، لا الطحين بنات يسوي أبيض يعني بالدقلة، يعني متقلى إنه لونه أبيض مو يعني ويابس حيل. فالبهارات لا شوية تخلي الطعم في شي خرافي يعني كلش. أنا أخلي بهارات جدر وبكاري فقط، بس إن ذني اللي أخليه هنا. هسه حاليا مثل ما شفتوا جاي أقلي وأكمل والعجين مختمر، أريد أخبز، فسويت قليته وكملته وخليته على بالصينية، خليته وبعدين رحت خبزت العفو مو تعشينا، تغدينا. عادي ذا سحق. طبعا قلت لكم أنه هذا الفيديوهات محاضرت لكم قبل يموت جدي. تقولوا لي إنه هذا أبوك، قلت لكم لا مو أبويا، هو جدي، بس أنا أسميه أبويا. إحنا هاي عاداتنا وتقاليدنا، ما نسمي جدي ولا بيبي، نسميه يعني ماما وبابا، فهيك يعني. هنا بعد ما كملت قليت الشانق وبعدين رحت أسوي الزوري. وهذا الرطب شي أكيد هم ويا الروبة خبر. وهنا سهمكم ألف عافية، وشي أكيد الزلاطة ويرخس وما يطرشي عده قليل، فخليته بالطاسة قلت نغمس بيه. وهنا هذا العجينة اللي هو مال كمية، فراح أدهمج أو أشنق بكيفكم، فأنا اسميه دهمج. وبعدين نتغدى. هنا مثل ما شفتوا نظفنا الحديقة مالتنا، لأن شنو هو لقينا زرع بيها بنات، إنه هواي مزروع بيها فحرامات كلها راحت، لأن شنو هو كان كله سيراميك مكسر، فالتراب ما يبين. رأسة ذبيناه كله ورتبناه. هسه شو راح يسوي أبونا؟ راح يعلي شوية هذا العلو ماله، يعني شوية ناصه هو، بس راح يعلي بالزايد. وشي أكيد زوجته تساعده. طبعا كلش كان تعب بنات والله العظيم، وهواي بيت يريد له ترتيب وهواي. فهذا الناصر قدامكم راح يعليه وراح يذب رمل بيه، خاطر شنو هو الحديقة شوية يصير عالية. بس بنات شنو هو بيته هواية ما مرتب وهواية عزلة بياض، كهربائيات، سيراميك البرة، فهواية يعني. فالحمد لله والشكر. المهم ملكنا ولا إيجار، وشهرة الكذا ركض. الحمد لله والشكر على كل حال. نعمة من قعدنا ببيت ولا هالضيم مال إيجارات وكل ساعة منقول البيت. هنا خلى هذا الحديد راح يثبته شوية، خاطر شنو يعلي، بس هو راح يوخره يعني يوخره بعدين. اي فهنا شاركتها وياكم، قلت خلي يشوفون متابعاتي. خطية كان كلش تعب يعني، تدون. طب بعد هو كل ساعة يسوي شي ببيته، يوميا طلع له شغلة ببيته ويسويها. أنا ما ساعدة كله هاي، لأن أنا شنو هو تعرفون عندي طفلة وبيت ومسؤولية، فلهذا السبب ما أقدر. هنا رتباه بس شوية يعني ثبتاه، خاطر شنو هو يقدر يتحكم على كيفه، يتحكم بيه يعني. وبعدين خليته على راحته وقلت حنروح البيت الثاني. هذا البيت الثاني هذا هو خلى السيراميك، قال كير شلون ما كان، فشنو هو باكر عقبه نفشه ونخليه، لأن على مود التراب على مود الوساخة شوية بنات. فهنا قلنا شلون ما كان نصبغ البيبان، بعدين تالي أنا نصبغه صبغ زين. وهنا نظفت بيتي وكملته وراح أعطر أنا وياكم. قلت بعد أنا راح أعنك.
لقيت شهودة تلعب، عبالي نايمة لقيتها تلعب، ودائما شارعة قلبه ومرمرتني تريد أبوها يعني تناغيله تقول له شيلني، يعني وكحة كلش، وما تنام إلا تخلي إلا نومها بحضني، دوم ما تنام إلا تنام بحضني. فيعني مدللة مثل ما تقولون، من هسه مدللة، الله ما يحملها. وشنو رايكم هذا الشهر أطلع حامل ولا لا؟ طبعا حضرتك مفاجأة. هسه عاد تقولوا لي كيرا صدق تحبلين وعمر بنتش توها 6 أشهر. والله بنات الله أعلم، فإن شاء الله بعد 7 أيام راح أحلل وأجيب لكم البشارة. وإن شاء الله كل وحدة يعطيها ولد الصالح ويتس حضنها ويرفع راسها، والحمد لله والشكر على كل حال. هاي عنده وصلة زايدة قلت حنا خليها، فشفتها عجبتني قلت حنا خليها يم الحمام، لأن تدرون السيراميك وكسة متوسخ مال السحق، يعني طلع من الحمام تدمرطين. هنا هذا المعطر عندي كلش يخبل، فمن يعني ناكل سمك ناكل دياي أي شي، يعني ورا الريوق ورا الغداء ورا العشاء أعطر 24 ساعة. ترى كيرك هذا المرش مالها وتعطر بيه. حتى لو بيتك ما مرتب لازم ترتبين بيه وتعدلين بيه، لأن شنو هو بنات يطب لك أحد، تطب لك أمك، تطب لك أبوك، تكون يلقى بيتك نظيف ومريح ومرتب. فلهذا السبب أنا الحمد لله والشكر أتبنى على قد يعني ترتيبي، وإن شاء الله إذا كملنا ووصلنا للنهاية يعني كلش ذيك الساعة خليكم تصدمون بالأشياء اللي أشتريها أنا. بعد هواي مفاجآت لكم، بس انتظروني إذا الله خلاني وياكم مستمرة. هنا هذا الكنينس دائما أخليه من المدة، لأن أبونا دائما يقعد هنا مكانه، وأخلي المطفاية والسبحة مالته والتفونة والموبايل كله حتى الريموت، خاطر من يقعد ما يقول لك يلا اعطيني هذا اعطيني هذا شيء. أكيد نظفت البيت وكملت، وقلت له تعال برد قلبك شوية ببرتقالة بتفاحة، مو كل ساعة شغل. فشي أكيد يعني المرة تحتنا بزوجها. هنا أنا راح أقعد بالصالة مشهودة وقاعدة على فيلم كرتون، لأن هي منها خلينا فيلم كرتون، هاي مال ماما جابت بيبي تقعد على التلفزيون يعني ظل صافنة علي. اي فقاعدة علي أنا شو أسوي، أروح أدورنا بس أدورنا ظل مثل تبرطي مثل تبكي، فتعلمت بعد زايد. وهواي بنات تسألني كيري لا تغيبين عنا، كيري بنات النت شوية حشاشة زفت كلش ضعيف، وشي أكيد ما يعني ما لي فرغ أمنتج الفيديو، لما يطلع أبونا يلا أمنتج الفيديو لو يعني نوبات ذا شي ما عندي أمنتجن. إي فلهذا السبب هسه أنا محضرت لكم فيديوهين 2 إن شاء الله بعد 2-3 نزلنا لكم. هنا هذا طبعا عشانه سويت دولمة. الدولمة اللي هي شن هي هنا سويت بيدي يعني ثرامة بيدي الكروفس، العفو مو كروفس، البتيتة والبصل الأخضر العروق مالاته يسمونها. هنا خليت بتيتة قراص وخليت هذا العوادين، والسلق ما سلقته لأن هو مايح كلش بنات، يعني بعد ما يعني بس السلقينه يحترق، فلهذا السبب ما سويته. شوفوا شلون يعني، والسلق كان قليل لأن أبونا على قدنا يعني بس أنا وياه، فما يقدر يكثر هواية، فكل سلقة كبيرة فقسمتها بالنص. شوفوا شلون يعني من تلفينها هيك، يعني بعد عليها من راح سلقنا بالماء، اكو بيه لا قوي لا سلقنا بالماء. هنا طبعا ايدي طلعت دم لان جرحت بسكينة. وبعدين سويت فلفل، حشيت فلفل بنات الطعم فشي خرافة والله، ما يعني ما اقول لكم احمدكم بنفسي، بس الطعم خيال. هنا سويت الباذنجان سويته من يعني منا ومنا، سويته باذنجانتين وطماطة وفلفل وبصل، فشي أكيد يعني هذا حشوات أحبنها. وراح أجرب وياكم بالحج اللي هو الكوسة يسمونها، فأنا إحنا نسميها حج أحمد. كوسة راح أجربها مرة ثانية يعني لغير مرة، أنا ننزلكم هم الطريقة مالتها. هسه هاي هيك يعني من زمان كان عندي الفيديو، تقريبا صار أسبوعين هذا الفيديو عندي، فقلت لازم أنزل لكم. هنا خليت هذا اللحم قطعته بيدي، اللحم ما طلع، بس بنات والله العظيم يعني في طعم خيالي. وسويت خليت بهارات وخليت تمن اللي هو قراصن تمن. أنا دائما إذا أسوي دولمة أقول كير تكثر بالحشو أو تكثر بالتمن.
هنا خليت بهارات جدر، خليت 7 بهارات وشوية النكهة كلش طيبة، وخليت خاشوقتين معجون لأن شنو شوية أردنها حمرا، فإن شاء الله بالجايات أسويها صفرا. أحسن. قبل كنا نسوي جدر أصفر وجدر أحمر، يعني جدر بالمعجون وجدر لا بدون معجون، فكلش طيبة. بس هاي شنو أول مرة أسويها، وديت موعود لأهلي وتعجبوا بيها، قالوا شنو الطعم. فهاي هنا خليت عصرة ليمونة، يعني ما عندي دبس الرمان، أنا ما أضيف دبس الرمان، أضيف عصرة ليمونة. فهنا بلشيت أحوسنها كلش زين، خاطر شنو هو تتماسك كلها سوا ويعني حسن عدلة، يعني مو لفوق لفوق، كلها تكون تتجانس مع بعضهن. وشي أكيد المعجونة بنات يعني شوية تطي حموضة وتطي شي طيب أكو بيها. لا والله أهل بغداد، بنات بغداد تحياتنا الهند، يسوونها حامضة، يخلى الليمون دوزي ودبس الرمان يسوونها حامضة. طبعا أمي مرة من المرات ضاقت الدولمة مات بغداد، قالت يمه طريقتهن وعملهن إنه يسوونها حامضة، حامضة يسوونها. آخر شي بنات خليت حلاوة وخليت عدس، والله ما وصفت كان عن يعني الطعم فشي خيالي. هنا عندي لحم سالكته، ويعني كل زين سالكته، أنا ما أحب أنا بعد له يعني اللحم ما مستوي، ما أحبه، أحبه هيك وبالشحم قليل. وبعدين ما قدرت أصوركم من اللفة الدولمة لأن ما عندي سناد، ناسيته عندها لي، فمن كملتها يلا نزلته. هنا مثل ما كملت والحمد لله والشكر. طبعا هاجي أسولف لكم لأن أنا عندي فيديو قلت لكم عندي قناة ثانية أنزلها بقناتي، فسويتها بالطول. هنا مثل ما كملت جدوش كبرى والحمد لله والشكر. أول مرة حشيت الخضروات، وبعدين آخر شي سويت الدولمة. وهنا هسه حتقول كي ليش خليت التمن بنات، أكو بيا ما تخلي التمن العفو الحشو على الدولمة، أنا أخلي حشو أموتن على الدولمة دائما. حتى أمي من تسوي دولمة أقول هي ما فدوة كثرة حشو وخليه عليه. هاي بعد طريقتنا احنا نحب نموت عليه، دولمة الذقار هيجي دائما. أنا ما أحبنها بالورق العنب أبدا، ما أحبنها مو طيبة حسنها. هنا خليت معجونة خاشوقة وحدة وكاري وكركم فقط خليتهن. وبعدين يعني متنشفت جدر الدولمة تنشف شوي من الماء، فآخر شي خليت هاي الخلطة. شي أكيد خلينا ندبس الرمان هاي، فأنا كش ما ضفت قلت لكم. حتى أبونا ما ذاقها تعجب. وشي أكيد بنات أخلي الخبز عليها بنات، حتى يعني تقول مسوية يعني الخبزة كلش طيبة يعني بنات. قلت لكم هاي أول مرة مجربتها أنا. هنا هاي باذنجانة قلت كليت القشر مالها لأن كان كلش فتيت. وسهل وسهمكم ألف عافية، كانت طيبة وتمنيتها تمنينا وياكم تمنيها. المهم خليت سحقت. هنا وصلنا هذا الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم، وتحياتي للجميع وما عليكم بالسحقات عادي. وهنا كان طعم فشي خرافي يعني كلش، حتى أبونا تعجب بيها قالت عاشت إيدك يا كيرة، قلت لها مزين اكل. وتحياتي للجميع ومع الف سلامة.